أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلموا على نقطتين أساسيتين خاصة، ويتعلق الأمر بانضمام مباشر الأسد إلى الجامعة العربية بعد ذاك المشكل اللي هو كبير، اللي من خلاله تيبين بأن الشعوب دائما تكون ضحايا السياسة العروبية بالدرجة الأولى والمتأسلمة. استغلال الإسلام وفكر العروبة تسبب في انهيار تام للشرق الأوسط في ظرفية معينة. كنا تبعنا تلك المآسي ديال استعمال الإسلاميين والعروبيين أيضا في تخريب حضارات الشعوب خاصة الكرد إلى آخره. اليوم أيضا النقطة الثانية هو استقبال النظام العسكري من خلال تسييس الرياضة لما يسمى بالجمهورية الغربية، الجمهورية الصحراوية الغربية، أو ما يمكن تسميته بفريق رياضي تابع للتيار العروبي. على أي الهدف من كلامي كله هو أن الأمازيغ اليوم يعانون من جهتين. فهناك جهة التي تحاول ما أمكن أن تجعل من شمال إفريقيا تابعا للمشرق، والمشارقة لا يرغبون في ذلك إلا في حالة واحدة، وهو ما نلاحظه الآن بمحاولة التكتل من جديد باسم الجامعة العربية. يتعلق الأمر هو أن هؤلاء الأنظمة تحاول التقرب إلى شمال إفريقيا وإلى طبعا دول شمال إفريقيا على أساس رفضها التام ل القبضة التي كانت لتركيا على المشرق. بالنسبة للمروك والمغرب يعتبر تأسيس لخطاب التقويم الأمازيغي لحظة مهمة في التاريخ يجب أن يخطط لها وفق أجندة التي تخدم شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء. البعثيون أصبحوا اليوم في الجزائر خارج ما كانوا يتوقعونه من عودة أساطير القومية العربية إلى شمال إفريقيا. تنمية.